السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. الجزائر فجرت مفاجأة من العيار التقيل، مفاجأة جديدة. طردت 2 عملاء للمخابرات الفرنسية كانوا داخلين البلد متخفيين تحت عباءة الدبلوماسية. والله جوازات سفر دبلوماسية فرنسية، لكن الوجوه وجوه استخباراتية، والنوايا أكتر بكتير من مجرد تمثيل دبلوماسي. المخابرات الفرنسية كانت فاكرة إن الجزائر هتغمض عينيها، لكن الرد الجزائري كان حاسم وصارم وجه بسرعة جدا. طرد فوري من غير أي نقاش ومن غير حتى استدعاء السفير. يعني الرسالة كانت واضحة جدا: احنا شايفينكم، واللي بيحاول يلعب بالنار بيتحرق بيها. القضية دي مش مجرد واقعة عابرة، دي حلقة جديدة في مسلسل التصعيد والصراع اللي بقاله شهور شغال بين الجزائر وفرنسا. فاكرين لما الجزائر طردت 12 دبلوماسي فرنسي في ابريل اللي فات؟ ساعتها الكل قال انها ازمه وهتعدي وزوبعه وفنجان وخلاص، لكن اللي حصل دلوقتي بيأكد ان الجزائر دخلت مرحله جديده، مرحله كسر الهيمنه الفرنسيه. ومش بس بالكلام، كمان بالفعل. فرنسا اللي طول عمرها كانت شايفه شمال افريقيا ساحه خلفيه ليها، لقت نفسها مطروده ومرعوبه. حتى لما حاولت ترد بطرد دبلوماسيين جزائريين، الرد الجزائري جه اهدى شويه، لكنه كان اعمق. مش بس طرد، دي ضربه مباشره في عمق جهاز المخابرات الفرنسي نفسه. العاملين المطرودين واللي كانوا شغالين لحساب جهاز الDGSI ما جوش الجزائر عشان يشربوا شاي ويمشوا، ولا عشان يتفسحوا شويه ويمشوا، جايين بمهمات سريه وبغطاء دبلوماسي. وده اخطر ما في الموضوع، لان استخدام الجوازات الدبلوماسيه في عمليات تجسس بيعتبر انتهاك فج لكل الاعراف الدوليه، خصوصا لما يحصل من دوله بحجم فرنسا. الموقف ده خلى وزير الداخليه الفرنسي ينهار بالمعنى الحرفي في كل تصريحاته، ووصف اللي حصل بالمناوره الغير مقبوله. بس الحقيقه الجزائر ما عملتش مناوره، الجزائر وجهت صفعه قويه جدا، ورسالتها كانت اقوى، بتقول لهم اللعبه انكشفت واحنا مش ساحه مفتوحه لجواسيس باريس. والاغرب من كده ان فرنسا كانت بتحاول في نفس الوقت تبين حسن نواياها وتعدل سلوكها. وفد برلماني فرنسي جه الجزائر من كام يوم عشان يشارك في احياء ذكرى مجازر 8 مايو 1945. بس واضح ان الجزائر كانت شايفه المشهد كله، وشايفه ان زياره الوفد مش اكتر من محاوله لتبييض وجه باريس بعد ما وشها اتعرى في أزمة التجسس. والمشهد بيكبر يوم بعد يوم، لأن فرنسا مش قادرة تتقبل إن في دولة في شمال إفريقيا بترفض تمشي على السطر اللي هي كاتباه. الجزائر بتقولها بكل صراحة: إحنا مش مستعمرة سابقة، إحنا دولة كاملة السيادة، وكرامتنا خط أحمر. دلوقتي فرنسا قدام معضلة حقيقية: يا إما تعيد حساباتها وتتوقف عن التدخل في الشؤون الجزائرية، واما ان العلاقه هتدخل نفق مظلم، او هتروح لسكه اللي يروح وما يرجعش، ومفيش اي ضمانه انها تخرج منه قريب. اللي بيحصل بين الجزائر وفرنسا هو اكتر من خلاف دبلوماسي، دي مواجهه بين عقليه استعماريه قديمه وشعب قرر يقفل الباب في وشها. عشان كده اي خطوه جايه من فرنسا لازم تكون محسوبه، لان الجزائر خلاص غيرت قواعد اللعبه. وده مش مجرد تصعيد، ده اعلان استقلال جديد، استقلال عن النفوذ الفرنسي وعن الاختراق الفرنسي وعن الاستعلاء الاوروبي اللي بقاله عقود شايف الجزائر مجرد تابع. والسؤال دلوقتي: هل فرنسا هتعرف تتعامل مع الوضع الجديد وهتعرف تتعامل مع الجزائر كند واضح، ولا هتفضل تحاول تستخدم نفس الاساليب القديمه اللي الجزائر بقت بتسحقها تحت رجليها؟ اللي حصل مش نهايه، ده مجرد بدايه لحرب استخباراتيه بارده، بس نهايتها هتحدد شكل النفوذ الفرنسي في افريقيا كلها. التفاصيل الكامله والمشهد كله هو مشهد ملعبك، لكن الحقيقه الجزائر اصبحت ند، وند قوي جدا لفرنسا، الند بالند.